بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا درس لسادس يقول بعض حناك الليلة دي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا حديثنا يوم رواه سيدنا تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إلا حديث من حديث لا مهمة جدا لإسلام لا قنص عديباته الإسلام دي بتبنى. إلا حديث من حديث لا إبقى قدام لبعد لا اهتمام لبوتي. يعني مثلا انت احيانا لدين قر حكا قبي، واحيانا يسموه متعدي باللغة العربية، يعني تعدى بالحنا ما بتقرأ الا حاجات ام حاجة حقا تعدي ولا تعرفوا لك اللي بس حكا، فلا حاجات يمكن قل كليك قبي دي دين قر حكا تتعبد با، او هي نقل قدام بعد قل سنقل ربي هو قل عبد وتقبي ربي قل يقيس لتقبي نصيحته. يعني لا نصيحة لنا هنا ورا، يعني تقول له انعكدي مستعيرين وش هلا قال لي بيني وبينك حاجتي نصيحة قلها بكدي بحزه ليكو وتتقسم سلو كلا نصيحة يا اخواننا. يعني اول لديننا كل ديبا نصيحة ديبا يعني بنويته، يعني الانسان لخير قل له روحوا فتيه وقل له حوه فتيه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فانت الايمان كي تمم لحاجات قل له حكايه فتيه قل له حوك حقوي فتيكها. طيب الإسلام لحوكا غلط لحصل منه، غفلت تحصل منه، مخالفات لحصل منه، كأنت لحوكا حق حوكا قبقى لأكيد قد إبايا قلوبك. ممكن لنصيحة زي الإنسان حاجات أكيد عند ودا ناس حبت قبي، أو هي أكيد قل اللي عند فرها كديبت ناس حبت قبي، أو الإنسان مثلا الحاجات وديها لكن سنيو يعني يودياني ناقصة دي بنت وديه، أو الإنسان مثلا حاجات يمكن فرهت انت الحرام دي بيقولي لي يقيس كات نصيحات يمقلبوا بأسباب الإنسان با لنا السحبة. المهم لدينا كل دي با نصيحات دي با ما شاء الله لدينا كل نصيحته، لدينا كل نصيحته. النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يعني بلسيا لدين نصيحته لدين نصيحته لدين نصيحته ندلبل. الأصحابات خلاص فهموا أن لدين لنا يوم كم دين نصيحته، لكن بلو يا رسول الله منتم نحن لقن ننصحهم بنا بلو احنا الانسان نصيحات بس قل لحونا وما لهينا وفتاينا كنا لنصيحات يعني نفهم ان دي يكون لمفهومة واسع قلنا على السك الرسول دي بإلا حديث والدحايا قلنا الرسول بيلا اول نصيحة قل رب العالمين قد تقبأبو بيلا رب نصيحات لا حزينا لا حاشاه جل جلاله سبحانه وتعالى رب كاملته ربك ديبنا حجوز يكون رب سبحانه وتعالى هتوت لا فهم وعقل خلق ديبنا ورب ديبنا حجوز يكون، لكن مثل مقصود نصيحات نحن ربك ننصح لنصيحتنا يا رب بيلو اول انت نوس كناصح قد تقبأ لرب حق وتأمن أبو لازم قد تآمن أبو بكاكم سلووروتو ملهي ألبو شريك ألبو سيدياي الحزة معيوناي الحزة نوس سبحانه وتعالى ربي كامل وكافي وعالم وآمر هتوت رب سبحانه وتعالى كإنت لإيمانك صحيح برب العالمين قل لك بقى إلا تلا نصيحات قل رب العالمين.
وكمان عبادتك قل ربي إخلاص قلها اللي قلك قلبه مبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. إنسان كالي قدام يعني أو مخلوقات إلى قبل الإقباء قل يقل ساعد إنسان بعد يقولوا سألا من قبل بيلا ربي أنا حجوز تي أناني وإنت اللي لا قل يقل ساعد لعم سحكا أو قيس خلو قل كالي ساعد قل كأول ولا مفعكان ده بيلا ربي أنا أغنى الأغنياء وعن الشرك بيلا ربي. فربي شريكي تيدا أقلو ومساعدي تحزى أقلو ومعاوني تحزى أقلو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بيلا. فأنت سؤال ربك قد تسأل بك ربك قد تدعي بك إخلاص التعملك قل هالعمل أنا قل ربي وقل قدام أنت تبيتي ده قدام قل رأيا قل قدام قل لفتايا قل إلا دك كل الحاجات بلقل ربي قل قدام أنت تبال حاجات قتيدايا ألا بكاني وإلا العمل كإلا تقبل من كاني وإلا إحنا مسعينا دي بحديث دي بالحلفاء العمل لابد أن يكون من شروط قبول لا شروط لرب لا وديان العمل كقل تقبل منك كل أول شرطهم به أول عمل إخلاص قل الذي بقول ربي بس قل وجه ربك تيدايو ولا كاري لا شرط به بدليل من كتاب وسنة إقل لك بقى. إذن الإخلاص لنصيحة رب العالمين أول الإيمان لا صحيح وسنة الإخلاص لله رب العالمين إلا حاجتين إذن وذيك من قبي انت ناصح انت قل ربي ومخلص انت قل ربي. طيب لنصيحة قل لك كتاب لقرآن الكريم كون ناصحين يقولون قبي أيوة لكتاب أول حاجة نآمن بو إنه كل من رب العالمين تو حرف لك بقى نقطات لك بقى لإلاقى بقات لك بقى اللي كتاب كامل وشاملته ومن رب العالمين تو وقدام لقبي بشر داخل ألبو ديبوني الرسول ما من قبت القرآن نقطات الأزيد ونقطات يحذف الرسول عليه الصلاة والسلام. رب ما بيلا يقول الرسول بيلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل هجيت كأن التل القرآن أوتيب هو من قبل الرسول حاجات زيادة ولو تقول علينا بعض الأقاويل رب العالمين قال لأخذنا منه باليمين. لا دي لما تردد تيكون إبقى دي لما نبقى وشوطناه عنا بيلا ربي لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. رب بيلا الحلقموق لو قرأنا من عنا ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنسان إلا الرسول قل يعني قل لحمايه وقل دافع عنه قلوه وقل لسديه يعني لك عدر يعلاني يعني رب العالمين سبحانه وتعالى وأنتقم من على من حاجات غلط دي بقل القرآن وادي من قبل وزيادة دي بقى ومن رب وادي من قبل الرسول بيلا. إذن يا أخواننا ميتوا لكتاب قلنا آمن بنا من رب العالمين تقول القرآن صافيتو كتاب أحكمت آياته كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب لا ريب فيه تنزيل من رب العالمين. قرآن محفوظ عند الله سبحانه وتعالى لازم يعني أول لكتاب الإيمان الكامل به اللي نصيحة قل كتابناته. ثانيا لقل عشان قلتي دأبو أي آية دي بقول كتاب اللي هليت ساكت يتكريتني رب العالمين قل نشكأبا يا إما قلق قصص دي أنتنا لا إمام لسابقات لرب لها لك يا أو الإمام لناجحت كأنجح يا وميت أسباب لنجاحة أو حالات يعني قدام أفراد كلا قارون وهارون وفرعون وكذا يعني وما حصل أقولهم رب لا خالفوا مرتبوا برب لا آمنوا أو ممكن كمان أوامر من رب العالمين حلال وحرام وعقائد آمنك إنه ودو إلا القرآن كله قل ننفذه وقل نشقبه وقل نعمله بربك وريديبنا دي حوايد قل علقه وحجبت قل نيديو وزينة قل نيديو وقل نتبرك أبو قل رقية نقرأ بريت يتكرر يبنى القرآن صحيح القرآن شافيته لكن لقرآن رب العالمين منهج بأنتو كريو ديبنا لقبينا لطريق لجنة للعباد صحنا إلا القرآن تو كقلنا آمن بنا وقل يدبنا كمان القرآن يا أخوانا قل نخدمه بنا قل نطبعه بنا قل ننظفه بنا قل نحفظه بنا قل نكفأ لبنا قل نحترمه بنا إلا كل نصيحة قل كتاب رب العالمين تو. والنصيحة طيب لرسوله أيوة النصيحة لرسوله قل نصدق بنبوته وكمان لا بد أن أتبعه لسنة الرسول والدياسر الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا يجي سبا ونتوقف لحاجة الرسول تيدوالي بيلا يني دايا
حاجة الرسول لو دوا بيلا وديا اتباع التزام محبة في التقل الرسول أكل سميتو سمعنا صلى الله عليه وسلم انبل وكمان يعني أكل حديثو سمعنا لبنان ذكرنا إنسان معه تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. محبة الرسول يا أخوانا واجبت إتناته واتباعه واجب دي بناته. فإحنا للرسولنا اندفتيناه وند اتبعناه وقلنا دافع قلوبنا قل الرسول دي الرسول قد تردأ الأبكاء. الرسول حاجات أكيد من الولدي بسمع أمك يكون وأبوك يكون لحاجات أكيد تشبه للتال إلا الرسول الرسول إحنا كلا عنا نهيبه الرسول إحنا قدمه أميت الرسول صلى الله عليه وسلم من رحنا أكثر لأنفتيوته وأكثر من أبونا ومن أمنا أنفتيوت الرسول عليه السلام ولا تلا نصيحات إقل الرسول. طيب بيلا برضو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منا نصيحات لواجبت بيلنا أن تنصح لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين بيلولا علماء المسلمين الوجهاء لعمد من قبو لحكام من قبو ولاة المناطق من قبو مدراءنا من قبو أي واحد ربو مسؤوليتها بيو برضو قلنا نصحبنا إن دفر هنا منه إحنا أكيد إن دودة تم إن دنبلق نتفرج جيبوا على ابنا لكن قلنا نصحبنا. وأول حاجة قدم بالحاجات بعد أكيد إنبل إتو قيبات ونميمات إنبل ودديبو إنبل نتمرد إتو إنبل إن خالف لأوامره. أول حاجة ربي بلينا نصحوهم ولا نصيحات يا أخوانا مرات بسر قبي وهتاتلات حيث ومرات بعلن قبي. فأول لإنسان بسرق اللي انسحبه لحوك حق غلط ودي أو لحاكمك لمديرك حق غلط ودي إن دقيس قال لك علمك إنه ودا له عويتي بنك عدم لا قدام قيس كتتقسم مسلو فلان أنا والله نصيحتها اللي تقول يقول انت بصحوا ما يقدر كم قبل كتب اقولوا رسالة كتب اقولوا التسهيل اللي ودت المهم لا طريقة اللي بس حند حاولك فنجيكا وفنجيه بس مبلكم ثالثكم رب العالمين اللي بقول تنصحوا بك إلا نصيحة الله نفعت من قبل حقها إجراءات بعد هلا لكن أول لابد قد تنصحوا بك. ومن نصيحة لواجبات ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا نصيحة تقول كل المسلمين كل المسلمين حوكاتهم قد تنصحون بك. أنت ما ممكن أمت قبل غلط عند صبطات ريا وأنت تتفرج ديبه. يا أخواننا الإنسان المسلم يعني الدين فرض كفائي وفرض عيني الأنقسم الأحكام الإسلام. فرض عين اللي دي بكلا واجبته انت قر حكا للسل كألبو سيم كألبو الحجج كألبو يعني قدرتي هليت كوليتاد من قبل ممكن قال حج ممكن تنوب لكن في أشياء عبادات هليت انت نوسكت كان تصبه وعبادات هليت كمان فرض كفاية لبولو كلا صلاة الجنازة والنصيحة أذن نصيحات فرض كفاياته يعني دي بقى كان دي بقى ورا فلان انت امرك من قبل فلان نصحيو فانت خلاص يعني كفيك هو تحق نصحيو خلاص. بعدين يا اخوانا ملاحظات التي التنصيحات قلنا استفيداته من الحديث. اول حاجه الانسان حق تنصح لنصيحتك لوجه الله قلت بابا مش انا كني بيلو وانا نصحك وانا اللي تات يعني قل شيء قد تستقبوه مجالس قد تدو يكون لنصيحات الانسان حق تنصحه لحاجات لقلط لهليت قل سنيت تقبا او دي بقلط قل لو ذاك عندي تبى تنصحه كلا حاجات اولا لنصيحات قل وجه الله رب العالمين قد تقبا. الشيء الثاني الانسان حق نصحك هو انا نصحك وانا وديكو ليتات عندي تبى نصيحات قد تتهاجب بها يعني كمان الابكاني. لا نصيحات كمان يا اخوانا قلنا امر يعني لانسان ملزمته يقولوا يكون لازم لا نصيحات كالانسان انا نصحكم ما قل مب نصيحتي وديك انت هيك قلت يقول لا الابكاني انت بس نصح ولا نصيحات لقدام يعني قبل لا منك ورفض منك لانه لا نصيحات انت من نفهمك تلت نصح ليك ممكن هتمر اي بعدبو فهم بعدبو. فانت اولا لحاجه لنصيحه قد حق تقبل معناها مش انت يكون ليت الحق للتأمر ولا خير للتأمر ولا صلاح للتأمر هتو ممكن كمان قبل بعدة تبقى لرئيها هلا فهم بعد لرئيها هلا انت لنصيحة كهب ووجه ربتك بقى لكن اللي بقاسب لقدام من ده اجبر كهو الا نصيحة كان يسأل له اللي ما يا اخوانا غلطته. الانسان لا نصح ولا نصيحته تنفع وممكن نفع يتقبل ممكن لا نصيحات كذا كان يكون صحيحات ما يتقبل مرات حنا اشياء ما بلا بهليت نصحنا ابا لكن حقها لقدام الحاجات اللي وديها على تعالت لسنيت على احنا لا نصيحتنا على لا غلط. مرات الانسان كل ناصح دائما ما يصيب الحق يعني فلازم احنا حق ننصح لنصيحتنا يعني ملزمة يكون نقل لقدام الانسان حق نصحه خلاص يعني النصيحة انت تبعت صحة قبل ومن كم من قبل سني قبل ومن كم من قبل فرض كفايته يعني انت غير كان صعبة من قبل سني وغير كما كان صعبة من قبل يعني انت كان نصعبة لكن مبل فرد دي بقدام. فالمهم
اللي فوائد يوم ألبها الذي الحديث المهم يا أخواننا حنا يعني لا نصيحة موتت من قبي فنجينا معناها لدين اللي بديته. عشان كده كلنا لازم نؤوشنا عبينا إناسنا سيتنا حد ننصح بنا للمسلمين. وانت الانسان حطيفتك هو اصلا يتنصحوني. مثلا اذا انت انسان من ابيض قبي وقبي اكيد كيد من دتريو حقي فرها كدي يقول لي فلان يا الا حاجه الا يا اخوانا بس غلط كيد هلا الا حاجه الا اساد قلت اتيوتو الا حاجه الا اكيد دي بتكريوتو مهكر يولت الا حاجه انت اندفر هكدي بيتحرك كاي ناس حكاهم من قبل الانسان حقت فره تيجا بقى متى ناس حكاتو فقدام هلا يمكن اكيد ما تتمنى قلوب. لكن انت الانسان حقت نصحه معناها تفتيو. هذا الانسان لما نصح قلت نصح قل امر بالانسان لا نصحك فتيكك بنصحك عندي يكون. وهل هي نصيحات اكيد لا تعبات سحلات دام لا ما نصيحات كل نصيحات نافعات يكون قل انتبه قلبه. واحيانا نصيحات ما ليت هنا من علم لألبو فهم لألبو. فلا ما نصيحات هنا من قدام يعني للامر وانسان لفهم منه قد تقبأ. فكل ناصح ما هنا نافع يكون لقدام يا اخوانا قل انتبه بو. فعموما الانسان ان شاء الله تعالى ربنا زي ما قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الانسان حق انسان نصحك اولا يعني لا نصيحات لبنا نصح لك الامر لبأ قبي وان فائدتها اللي دي بقول لا انسان لما نصح ولا انسان ما لما نصح لها لا قل قبل ولا نصيحات. المهم الحديث فوائد عظيمه وجليله وبزحت بدو. لكن اللي كفينا من احنا ان شاء الله تعالى واللبيب بالاشاره يفهموا كم سلا لبلا والانسان لا فاهم ولا عاقل اشارتي تكفيه. واحنا الاشارات لها ابنا قدم ان شاء الله نافع قبي ومفيد قبي. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وجزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.